عسلامة ومرحبا في فيديو جديد. كي يجيو هكا كعيبات حوت فرشك من بحرهم يجي عليهم كسكسي هبال حاسيلو. مشينا للفيو بور الطقس شوفوا صباح ذبيب، عرفتوا كان ندوة هذيك الذبيب هذي نهار السبت حاسيلو ذبيب وفيه كل برد هكا. أيا مشينا كما قلت لكم. كما تعرفوا يعني الفيبور هذا لهنا يبيعوا الحوت يعني ديريكت من الصيادة ديريكت حاسيلو هذوما ترابش وحاجات هكا حاطينهم على الحرف هكا يبيعوا فيهم. هذا الفيبور باش نخليكم مع الفيديو. هذا مارسي وهذا جو مارسي حاسيلو. خذينا كعيبات حاشاكم الحوت، خذينا كعبات بوري. اكا هاو قلت هاي علاش لا نعمل منهم شوية نشويه وشوية نعمل كعبة كبيرة عملتها كسكسي باهي. كالعادة يعني أنا عندي الفلفل الخشين قصيته في 2 هو والفلفل الشايح باش نقليهم شوية في الزيت هاكا وحتى شيء ما فيه، هو ساهل على الاخر يعني اسهل حاجة. الكسكسي بالحوت يعني انا يبان لي اسهل حتى من بالدجاج وكل. المهم غاديكا عندي حمص، حطيت الحمص، حطيت شوية بصل، مغرفتين طماطم، الفلفل الشايح وزدت عليهم شوية ماء سخون نحلهم شوية نقليهم ونفوح. انا باش نعمل شوية بركة يعني جوست فطور، عملت نقولكم نص رطل ولا اقل كسكسي. باهي لهنا باش نزيد الفلفل الملح يتابل وكروية والملح. الكسكسي والمقرونة يحبوا الفلفل الملح الأحمر هذاك باش يجينا أحمر هكا الكسكسي بالكدا. هيا كهو بعد ما تقليو امرقتهم حتى شي ما فيهم كيما قلت لكم. بالكسكسي بالحوت أسهل أنواع الكسكسي. المهم توا جبت الكسكسي هذاك الجويد، أنا البكوات الجويد حطيت شوية كركم شوية ملح وزيت، بس استو بك الزيت هذاك بالكدا بالكدا ومن بعد نزيد الماء
ونبدا نفرك فيه يعني بالماء، نقولوا نبلوه بالماء يعني كهو، باش نحطو يفور ونغطيه بمنديلة ونخليه يفور في عقله لو طون لي نفوح هكا الحويتات وكهو في ساعة يطيب ما فيه حتى شيء. باهي حطيته في الكسكاس فوقه منديلة ونخليه لهنا. التليفون معاش كيفاش تقلب صور لي بالعكس حاسي لو غسلت كعيبات الحوت لهنا باش نفوحهم ثوم وشوية كركم تابلو كروية وملح، ما حطيتش كمون، مستانسة في الاخر نحط شوية كمون، مرة هذي ما حطيتش عشان خاطر الحوت عرفتو جديد جديد بالكدا يعني فيه قوة قوية فهمتوا يعني مش لازم الكمون مطعمه ياسر قوي بنين على الاخر. هكا هاو حليتهم في شوية ماء كالفاح وباش نفوح كعيبات الحوت كما قلت لكم كعبة كبيرة هي اللي طيبتها في المرقة والاخرين حطيتهم في القلية شويتهم شويين. هكا هاو سامحوني التليفون مقلوب اي لهنا اكل بعد ما طاب الحمص. حطيت كعيبات الحوت ما تخليوهوش برشا يطيب جست دريج هكاكا عسوا عليه، من بعد جبتك الزيت اللي يطلع من فوق هذاك فوق الصوص هو اللي حطيته يعني فوق الكسكسي هذه التفويرة الأولى نحل بيه يعني نبسس بيه الكسكسي هذاك ورجعته يفور تفويرة ثانية. وتوا باش نسقيه حطيت الكسكاس باش يعني ما تهبطش شوكة ولا حاجة. الحوت لهنا نحيته كما قلت لكم دريج هكاكا درج ونص وتخزروا له يعني فهمتوا ما تغفلوش عليه باش ما يتفترشش يعني يمشي راهو سينو ما عادش تلقاوه. فوالا لهنا هكا هاو حطيت عليه الصوص باش نحلها شوية يشرب هكا الكسكسي. هذا كسكسي نطاب والله ما شاء الله جابنين يمكن خاطر زاده شوية عملت جست هذيك يعني جست فطور فهمتوا كعيبة حوت مغرفتين طماطم ونص رطل كسكسي كهو تجينا كسكسي بالحوت ياسر بنين. هكا هاو هذايا كسكسينا اقرينات الفلفل وفلفل هذاك الأحمر بر العبيد ولقيشات الحوت حسيلو. هيا نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله نكون جبت لكم فكرة حتى هكا صغيرة. المهم هذايا نهيرنا نهير سبت. هيا ان شاء الله في فيديو جديد وبسلامة الناس الكل.